عمود بيتك ضعيف، السر في تكثيف الكنات. تخيل العمود هو العصب اللي شايل بيتك، والمقاول بيحط الكنات الستيرابس بمسافات متساوية من فوق لتحت. انت كده بتسلم العمود لزلزال او حمل مفاجئ يكسره. العمود مش مجرد حديد واقف، هو نظام هندسي ليه مناطق ضعف. تعال اقولك السر فين وانا في الطريق. في الهندسة المدنية العمود مش بيتعرض لنفس القوة، لكن في مناطق حرجة هي المتر الأول والمتر الأخير من العمود، مناطق اللي هي الاتصال بالسقف والقواعد. احنا بنكثف الكنات في المناطق دي لثلاث أسباب. أول حاجة مقاومة القص، الشير أقصى قوة قص بتحصل عند الأطراف والكنات هي اللي بتشيلها. منع الانبعاج، الكنات بتمنع أسياخ الحديد الطولية إنها تكرش لبره تحت ضغط الأحمال. حبس الخرسانة، الكنات المكثفة بتعمل كونفايننج أو حبس الخرسانة، وده بيزود قوتها بمراحل. نصيحة اونرود، لو لقيت المقاول بيوزع الكنات بالبركة كل 20 سنتي وقفه فورا، قول له التزم بالمخططات. وغالبا التكثيف بيكون كل 10 سنتي في المناطق الحرجة، وده اللي بيفرق العمود الصامد وعمود منهار. المقاول عندكم بيكثف الكنات في الأطراف ولا كله زي بعضه؟ اكتبولي في التعليقات وخلينا نشوف مين شغال هندسة صح. أنا مهندسكم اونرود، ضربكم خضر وعمركم صخر.